تنازلات أو للمشاركة في السلطة. لذلك هذه محاولة التمرد، أو كما أشار لها الرئيس بوتين أنها طعنة في الظهر، إنما تؤكد أن ما جرى هو أبعد من عملية تمرد، إنها عملية تقاسم للسلطة وبداية منافسة. وكأن يعني معركة الانتخابات الرئاسية قد بدأت في روسيا، ورأينا عمليات الاختراق للداخل الروسي قد جرت في قبل هذه العملية، من وصول المسيرات إلى فوق الكرملين وصولا إلى بعض الأعمال الأمنية التي جرت على المدن الحدودية مع أوكرانيا. لذلك انتقال رئيس هذه المؤسسة الأمنية واغنر إلى بيلاروسيا إنما يؤشر إلى انتقال الصراع من البحر الأسود إلى منطقة بحر البلطيق، وكأن أوروبا بدأت تحبس أنفاسها. والمؤكد أن رحلة قدومه من روستوف باتجاه موسكو كانت مجرد عملية ابتزاز للمخابرات الأمريكية ولبعض الجهات الغربية، وكأن هناك محاولة مبايعة. وما رأيناه من يعني ما جرى مع وحدات من داعش والنصرة في عمليات في سوريا وفي أكثر منطقة في العراق، نراه اليوم في عمليات الابتزاز التي جرت مع الرئيس بوتين، والتي استطاع خلال 24 ساعة بحكمة وبهدوء وبعمل أمني لم ينشر ولم يعلن عنه امتصاص العملية ونقل الصراع إلى منطقة الشمال بحر البلطيق.